مشاهدينا الكرام، عدنا لحضراتكم في هذه الفقرة. هنتكلم عن موضوع شديد الأهمية وهو الرياضة. الحقيقة إنه مش ضروري نكون رياضيين وكلنا عضلات وكلنا وبنتشقلب وبنمشي على الحيطة وبنعمل الحاجات دي كلها، لكن في الآخر في حد أدنى من الرياضة يسمح لنا بالحفاظ على أجسامنا سليمة، مدى حركة جيد، يسمح لنا بالأداء بمهامنا اليومية، أداء مهامنا اليومية بشكل غير مؤلم وغير مضني وغير منهك. أشكال كتيرة جدا من الرياضة ممكن نعملها ونتمتع بيها تحسن حالتنا المزاجية، في رياضات شهيرة ورياضات أقل شهرة. هنتكلم أيضا عن رياضة الماراثون. ضيفي اللي هيجاوب على كل الأسئلة اللي مجهزاها النهاردة هو الكابتن هاني إمام، مدرب اللياقة البدنية، الماستر كابتن. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتكلم على فين الحد اللي المفروض ما قلش عنه كشخص بيحافظ على صحته، مش مستهدف انه هو يكون بطل رياضي. جميل قوي. الفكره او الحد الادنى ان احنا عشان نكون بنمارس رياضه او نكون شخص رياضي، مش شرط ان انا اكون زي ما انت قلتي اكون بطل عالم او اكون عندي عضلات كبيره، بس اقل واسهل طريقه للرياضه اللي هي طريقه رياضه المشي. ودي بره مشهوره قوي، الناس معتمده اكتر على المشي وان هي تطلع سلالم لكن مشكله تطور الفتره اللي فاتت ناس كتير قوي بقت تعتمد على المواصلات وعلى العربيات وعلى السكوترز وعلى حاجات كتير. لو ينفع نركن قدام المكتب بالظبط. ايوه، مش المبنى، لا المكتب نفسه اللي هننزل نقعد عند الاسانسير عشان ناخد بالظبط نلحق الاسانسير، ما نمشيش حتى الطرقه دي. فالموضوع ده بصراحه اثر الفتره اللي فاتت بالسلب على ناس كتير قوي، وشايفين بقت في امراض وحاجات امراض خاصه بالقلب وامراض بالجهاز التنفسي ومشاكل كتير جدا حصلت ناتج عن مش مشاكل صحيه، لا مشاكل عدم الحركه. احنا لما بنتكلم على نمط الحياة دلوقتي اصبح مدمر بشكل كبير جدا، على مستوى انه احنا قاعدين بنتفرج على الشاشات، قاعدين ماسكين الموبايلات، قاعدين على المكاتب، قاعدين مع اصدقائنا. نمط الحركة بتاع هنروح المكان الفلاني فنمشي شوية، هنشتغل اشغال فيها بعض المجهود العضلي، ما عادش كل الكلام ده موجود. المحصلة النهائية انه احنا واولادنا من سن مبكر بيبتدي عندهم مجموعة من المتلازمات المؤلمة للغاية. على سبيل المثال المتلازمة الخاصة بآلام الرسغ بسبب الكتابة على الشاشات. بالظبط. نعمل ايه علشان نقدر، اذا كان ده نمط الحياة اللي خلاص مفيش مهرب منه، ان احنا نقدر ان احنا نزوغ منه بشكل او باخر، نحافظ على صحتنا ونقلل المضار الفظيعة بتاعت نمط الحياة ده؟ جميل جدا. زي ما احنا قلنا التكنولوجي ليها وجهين، وجه ممكن يكون سيء احنا ركزنا عليه الفتره اللي فاتت شويه، وفي جزء تاني مهم. يعني احنا ممكن على فكره نستعمل الموبايل النهارده في ابلكيشن كتير بتقدر تحسب لك المسافات اللي انت بتقطعيها، مشيتي كام خطوه، اتحركتي قد ايه، ويبقى عندك جراف بالظبط انت كل يوم اتحركتي كام خطوه. وتمارين رياضيه وتمارين ليها علاقه بالرأس والزومبا كل حاجه في الدنيا. انت معاكي مدرب 24 ساعه بيساعدك، بينبهك كمان لو انت حطيتي تارجت معين من عدد الخطوات. يقول لك مثلا النهارده انا حاطط في الاول 1000 خطوه. 1000 خطوه على فكره مش رقم كبير، بس نقدر نعمله. احنا لو جينا بس شغلنا مجرد الابلكيشن دي شغاله وبتحسب لنا الخطوات، فيجي يقول لنا انا في اخر اليوم انت عملت 900 خطوه ففاضل لك 100 خطوه اتمشاهم. بينبهك، بيزود لك بعد شويه لو انت لاقيكي بتعملي ال1000 خطوه يقدر يزود لك كل يوم عدد الخطوات، فتقدري تتمشي وتقدري يبقى عندك حد بيفكرك ومنبه يقول لك انت اكتيفيتي بتاعتك عامله ازاي. طيب في ناس عندها الاجهزه بتاعه المشي في البيت، تمام، بيستخدموها ولا ما بيستخدموهاش؟ لا بيستعملوها بس استعمال اخر شويه، بيبداوا يعلقوا، لقينا كتير قوي بيعلقوا عليها الهدوم. انا مش عايزه اقول كده علشان ما احبطكش يعني، بس يعني بيحصل. بس احنا لقينا بالظبط لما بكون قاعد في نفس المكان وعندي التريدميل او عندي الماشينز موجوده في نفس المكان، بيعمل لنا حاله بشويه من الاحباط، معناها ما بتحركش، قافل عليا المكان، موجود لسه جوه 4 حيطان. لكن النهارده مجرد ان انا بمشي، مش مجرد ان انا بتحرك وبحرق كالوريز وصحتي بتتحسن، الحاله المزاجيه كمان والمود بتاعي في اندروفين الجسم بيفرزها، دي بتخلينا في حاله من الهدوء والراحه النفسيه. في ناس كتير قوي الايام دي تلاقيهم بيعصبوا على اتفه الاسباب ويقول لنفسه انا ما فيش حاجه تدعي لذلك ان انا اكون بالعصبيه دي. نمارس الرياضه لوحدنا ولا في لفيف من الاساتذه؟ يعني لما نيجي نلعب رياضه او هننزل نمشي مثلا، نمشي لوحدنا ولا يبقى معانا صديق نتكلم معاه ندردش معاه؟ لو قلنا ممارسه رياضه لوحدنا فيها مميزات كتير،
مع الاصدقاء ومع الجروب بيبقى فيها مميزات اكتر بكتير، بيبقى فيها سوشيال لايف شويه، لان احنا زي ما قلنا حته الشاشات خلتنا نبعد عن بعض، نتواصل مع بعض عن طريق الواتساب او عن طريق السوشيال ميديا. لكن النهارده لما بنبدا نتكلم ونبدا نتحرك هنشجع بعض، هنلاقي نفسنا عملنا مسافه كبيره جدا من غير ما نحس بيها، فنلاقي نفسنا مشينا مسافه معقوله، بس الموضوع كان بالنسبه لنا ظريف. نتكلم على الماراثون بقى. جميل. الماراثون اول ما بنقول ماراثون الناس بتقول بنتخض، هنمشي وهنجري وهنعمل ومسافات طويله افتكروا روكي يعني بالظبط. عايزين نعرف بقى يعني قد ايه القصه بتبدا بسيطه وكل واحد بقى بيطلع زي ما عايز. جميل قوي. فعلا الناس بتتخض من كلمه ماراثون. احنا بقى الفكره كلها كلمه ماراثون دي جت منين؟ ان كان في زمان قبل الميلاد كان في جندي كان عايز ينقل خبر نصر جيش من احد الجيوش، فجري مسافه 40 كيلو عشان يبلغ رساله ان هم الجيش بتاعهم في سيناء من ماراثون لغايه ما يوصلهم الرساله دي، فعشان كده المسمى كلمه ماراثون جه من الحته دي. الموضوع فيه اكتر من جهه، يعني احنا مثلا في اخر ايفنت عندنا كان الهاف ماراثون الخاص بالاهرامات في نسخته السادسه. الموضوع فيه اكتر من مستوى، في 5 كيلو، في 10 كيلو، وفي نص ماراثون اللي هو ال 21 كيلو. طيب مشي، هروله، جري، ايه؟ هو الفكره كلها ان انت من نقطه البدايه لنقطه النهايه تقطع ال5 كيلو. دوت ممكن يكون مشي حسب صحتك، لقيتي اتحسنتي. في ناس كتير كانت رايحه تمشي على فكره عمرهم ما جريوا قبل كده، بس لقى المود ولقى ناس كتير وناس اجانب معانا. احنا كان حوالي 6500 متسابق من مختلف الجنسيات. طيب ولما احنا نشوف ونرجع تاني. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى. الحياة مبهجة جدا. الموضوع وبتديك حيوية ورغبة انك انت تكمل حتى لو كنت هتزهق. لا يعني يعني حد عداك هيجي حد تاني، لا فهتيجي على نفسك وتكمل معاه. وهتلاقي مختلف الجنسيات ومختلف الأعمار، وحتى في ناس عندهم بعض الإعاقات هتلاقيهم مكملين معاك في السبق، فده بيخليك لا طب وانا مبسوط. وكمان مش مجرد مشي، احنا كمان انت اكننا بنعمل تور حوالين الهرم، فانت في جوله سياحيه، فانت مش هتزهقي، مش هتحسي بملل ولا امتى التايم يخلص ولا المسافه هتخلص امتى. طيب عندي فضول عن هذه الميداليات، فيا ريت حضرتك تفرجنا عليها وتحكي لي على الميداليه الزرقاء اللي فيها عين حورس. اوكي، احنا كل سنه طبعا بناخد تذكار جميل جدا من السبق، ان انت بتاخدي ميداليه بتروحي بيها، فدي بتبقى تذكار جميل جدا. وجميل طبعا ان كل الدول بتشارك حاجه زي كده. فالسنه دي كانت حاجه بصراحه مميزه. كان عندنا الفنان المصري العبقري محمد عبله عمل لنا حاجه جميله جدا. الديزاين شكله عين الحياه جداً. شكلها جميل جدا. وتخيل انت معاك تذكار النهارده من مصر ان انت جريتي حوالين الاهرامات وخدتي كمان الميداليه بالشكل الفرعوني الجميل ده. بصراحه تحفه فنيه، مش مجرد ميداليه عاديه الناس بتستعملها بعد الايفنت. عايزه اقول لك هي تتعلق في البيت اصلا. لا دي تحفه، يعني مش مجرد ميداليه عاديه. وهي دي ميداليات نفس الموضوع، يعني دي تطور، ده تطور. لا كل سنه بناخد ميداليه، بس بصراحه السنه دي الفكره ما بقتش مجرد ميداليه، اصبحت ايقونيه بالظبط. لا بصراحه انت معاكي تحفه. فتخيل النهارده كل الجنسيات دي النهارده بيخلص الايفنت وبيطلع بالتحفه الفنيه دي للفنان التشكيلي بتاعنا محمد عبله اللي كان مسؤول عن الديزاين ده، وطبعا مع تراي فاكتوري اللي هم طبعا شايفين جزء من التنظيم القوي جدا. خلينا نتكلم عن الرياضات المائيه. حضرتك مدرب للرياضات المائيه. عايزين نعرف بقى، هل كل الناس تقدر تعمل رياضات مائيه؟ هل في رياضات خاصة بالاستشفاء للناس اللي عندها مشاكل جسدية في الركب، في الظهر، ما إلى ذلك؟ زي ما احنا ابتدينا حلقتنا وكلمنا عن المشي والجري ورياضات كتير جدا. تخيل النهارده لو حد وزنه زياده شويه، العبء ده بيبقى واقع على المفاصل بتاعته زي مفصل الركبه. فانت النهارده مثلا لو وزني 80 كيلو، فانا في حمل كل خطوه تقريبا بيوصل ل3 اضعاف وزن جسمي على المفصل. فممكن ناس كتير عايزه تخس وعايزه تتحرك بس مش قادرين. فاحنا بصراحه انا سافرت المانيا ولقيت الموضوع ده ابتدى ينتشر، ان احنا بقينا نعمل كل التدريبات بتاعتنا بس في وسط مائي.
علشان تسند الميه الجسم، ما يبقاش التحميل زايد على المفاصل. جميل جدا. احنا تحت الميه مفيش وزن او تقريبا 80%. طيب بس هي الميه برضو ليها مقاومه لو كنا بنعمل تمارين اخرى، فازاي بنحدد او بنعمل توازن ما بين دعم الميه لينا وبين مقاومه الميه لينا زي ما هو موجود هنا؟ زي ما احنا شايفين دلوقتي في الفيديو، احنا عندنا مؤثرين فعلا في الميه بيحصل او تدريب المائي. احنا عندنا مقاومه، وده اللي احنا عايزينه. المقاومه دي بتستهدف العضلات، فانا النهارده اقدر اشغل عضلاتي بكفاءه واحرق سعرات حراريه اكتر حتى من اللي انا بعملها العادي. وكان عندي نقطه تانية اللي هي الامباكت، اللي هو التحميل على المفاصل. انا تقريبا ما عنديش تحميل على المفاصل داخل الميه. جميل. فانا استفدت، لان طبعا عندنا مشكلتين، ان عضلاتنا ضعيفه، فانا محتاجين مقاومه قويه. بس لما كنا بنتمرن بره الميه كان التحميل على المفاصل اكبر بكتير من استيعابها، فالناس كانت بتحصل لها مشاكل والم بعد كده. طيب في مفهومين متداخلين معايا في هذه الجزئيه. المفهوم الاولاني هي فكره الفيزيوثيرابي، هل هي دي المفهوم الرئيسي للتمارين تحت الميه؟ احنا الاول ابتدى فعلا بفكره الفيزيوثيرابي او العلاج الطبيعي. يعني فعلا الدكاتره لقوا ان هو النهارده عايز يمرن العميل بتاعه او البيشنت بتاعه، ومش عايز يأذيه او يحمل على المفاصل بتاعته او لسه عامل عمليه او عنده مشاكل. ففعلا الموضوع ابتدى بالجزء العلاج الطبيعي بحت. احنا ابتدينا نطور ده وابتدينا ناخد منه. احنا شايفين مثلا في الفيديو بنعمل بوكسنج، فانا النهارده اقدر امرن الرياضي عشان ازود من الاداء بتاعه، عشان لما يتمرن بره الميه يبقى الاداء بتاعه اقوى بكتير. اقدر امرن اللي بيتمرنوا دراجات، اقدر اعمل سترينث تريننج. فانا النهارده خدنا الوسط المائي ابتدينا نشتغل بيه على اكبر رينج، من اول التاهيل والاصابات والتعامل مع الاصابات، وتاني مرحله الناس اللي عندهم مشاكل مع وزنهم وعايز يتمرن من غير ما يأذي مفاصله، وتالت نوع الناس بقى الاسيليتس والناس الرياضيين اللي عايزين بيرفورمانس قوي جدا. النهارده لما بيجري في الميه او بيعمل بوكسنج في الميه ويطلع بره الميه يشتغل، فلاقي الاداء بتاعه اتحسن بطريقه كبيره جدا. طيب ده بياخدنا للسؤال الثاني. معنى كده انه التعامل مع مكن الحديد والجيم هيحل محله هذه التمارين داخل المياه؟ لفتره معينه انا اقدر اميكس بين الاثنين، واقدر اربط بين التدريب ده والتدريب ده. وزي ما قلنا ان احنا عندنا اشخاص كتير عندهم مشاكل اصلا في المدى الحركي. فالنهارده لو عندي مشكله في المدى الحركي بتاع مثلا عضله معينه زي او مفصل معين زي مفصل الكتف عليها بشكل كبير، وان انا النهارده اقدر اشيل وزن. لكن النهارده جوه الوسط المائي ايه اللي بيحصل كمان؟ احنا دلوقتي كمان مع الهيدروثيرابي بيبقى فيه كمان درجه حراره، فده بيسهل ان يعمل عمليه تليين للمفاصل. فانا المفصل النهارده يعني احنا بنعمل استشفاء وبعدين تقويه وزياده مرونه ومعدل حركي وبعدين بعد كده نخش بقى على التمارين المقاومه لغايه ما نطلع بقى نتعامل مع الجيم عادي. والجميل ايه اللي كان بيحصل لما كنا بنتمرن في الجيم او نبدا نجري او نمشي؟ ايه اللي بيحصل لنا بعديها؟ بنلاقي لاكتيك اسيد او بنلاقي عضلات مرعبه. بالظبط. ويقول لك لا انا بص، لا انا شكلي مش هقدر اكمل تاني. ايه اللي بيحصل معانا لما بنتمرن جوه الميه او كاكوا فيتنس؟ يبقى في اجهاد بدون الم. ليه بقى؟ ايه اللي السبب؟ الميه نفسها او حركه الفلو نفسها بتاعت الميه بتعمل حاجه اسمها توربulence، اللي هي الامواج اللي واحنا بنتمرن. دي طبيعي بس فانت خلاص انا حليت الدنيا. فانا النهارده بتمرن وبزود المدى الحركي وبشغل عضلاتي بكفاءه. عشان في ناس كانوا فاكرين برضو ان موضوع الاكوا تريننج ده للناس اللي ايه اللي هم ايه على قدهم شويه او مش عايزين ايه يتعبوا. وكمان بيعمل لي مساج، لان حركه الميه نفسها لما بتمشي مع العضلات ومع الحركه بتاعتي، فتخيل ان انا بعمل ريكفري وبعمل تقويه وبعمل مساج وبخرج ريكفرد. فانا محتاج ايه بعد كده؟ طيب واحنا بنتكلم على التمارين الموجوده في الميه، هل كثافه الميه بتختلف في قوه التمارين؟ يعني لو هعملها في حمام سباحه مثلا غير لما اكون هعملها في البحر؟ بص ما فيش فرق كبير، بس احنا بنتحكم في القوه دي عن طريق العمق بتاع الميه. يعني انا النهارده لما بلعب على مثلا اخلي الاداء النفسيه او البايك على ارتفاع متر 20، لما احب ازود شويه المقاومه اخليها على متر 40 متر 60 ازود عمق الميه. فانا النهارده جسمي بيقدر يدفع نسبه ميه اعلى، فاقدر اشيل وزن اكبر. فدي احنا بنتحكم فيها. والمؤثر الاكبر شويه عندنا السيرفيس، يعني كل ما الاداء كانت شكلها كبير هتلاقي الادوات بتاعتنا شكلها كبير شويه عشان تاخد مقاومه مع الميه اكبر. والسرعه بتاعتي، طب حد يقول لي طب انا في الجيم بلعب بكيلو 5 كيلو و10 كيلو، انت عندك بتتحكم في المقاومه ازاي؟ عن طريق السرعه. كل ما كانت سرعتي كبيره جوه الميه فانا بزود المقاومه اللي انا بقدر اعملها. طيب يا كابتن هاني، واحنا بنتكلم دلوقتي في موضه خاصه بالبدل اللي بتنبه العضلات وانت بتعمل رياضه علشان يبقى في تونينج اكتر و حلول اسرع لجسم رياضي. الكلام ده
الى اي حد مؤثر؟ بصي انا جربته يعني انا بصراحه كنت في الاول مقتنع ان لا ده ممكن للناس اللي هم مش عايزين يتمرنوا، والناس الكسالى او الناس اللي مش عايزه تتمرن. بس بصراحه انا ابتديت برضو اسيرش في الموضوع وادور لغايه ما لقيت فيه براند اسمه زيبرا فيت. ده مش هنتكلم عن براندات يا فندم. يعني لا يعني هو بس المختلف شويه ان هو عمل ايه، ان مفيش كابلات، لان احنا كانت في الاجهزه افكار البدله نفسها خلينا مختلفه نتكلم شويه. عن الافكار. البدله مختلفه، مفيش كيبلز كتير، لان كانت ال مشكله التكنولوجي القديم اه انت في كميه كيبلز خارجه من جسمك تحس ان انت اكنك في غرفه العمليات. فبقت ببطاريه يعني بطاريه بتعمل بتتوصل بالظبط، وبتدي تنبيه كهربي للعضلات. هو احنا الفكره كلها العضله الانقباض بيحصل ازاي؟ المخ بيدي اشاره كهربائيه للعضله عشان تحصل لها انقباض، عشان تتحرك من نقطه للتانيه. تقريبا احنا المخ بيدي لها كهرباء حوالي 30% تقريبا من قدره العضله. احنا بالاجهزه دي، وبنقدر كمان عن طريق جهاز بنقدر نتحكم في القوه والشده بتاعه الانقباض العضلي واوصل ل 100%. لان ساعات في ناس في الاول اقول لهم شغلوا الكور ماسل، لكن هو مش قادر يتحكم في العضلات الصغيره دي. فعن طريق التنبيه الكهربي اقدر اوصل حتى للعضلات الضعيفه او العضلات حتى اللي حصل لها اصابه قبل كده. طيب كابتن هاني امام، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده، نورتنا، وكل التوفيق في كل الانشطه الرياضيه والافكار الرياضيه النيره جدا، ويا رب كلنا نقدر نمارس الرياضه فعلا بشكل او باخر عشان نعيش حياه مرتاحه. الفكره طبعا ان الرياضه دلوقتي تقدر لكل الناس، وحتى الناس اللي ما عندهمش وقت. يعني اخر حاجه كنا بنتكلم عليها الام اس ده 25 دقيقه مرتين في الاسبوع، فما فيش حد عنده دلوقتي حتى مشكله ان يقول ما عنديش وقت ان هو يتمرن. نقدر كلنا نتمرن، وعلى الاقل نقدر نمشي، والناس تقدر كتكنيك رياضي، كشكل من زي الفيزيوثيرابي، زي بالظبط نقدر كتكنيك رياضي. شكرا جزيلا لحضرتك، شيء جدا. مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي باخر فقرتنا، فقره عن الانشاد الديني، انتظرونا.